يا أهلوية، اسمعوا الصح. بعد ما حصل في مباراة الجيش الملكي رمي زجاجات وأدوات حادة داخل الملعب، الأهلي مسكتش. النهاردة أرسل خطاب رسمي لكاف مطالباً بأربع خطوات عاجلة لحماية السلامة واللعب النظيف. أول مطلب: تأمين كامل لأي استاد قبل المباراة عشان ما يحصلش شغب ولا تهديد لسلامة اللعيبة والجمهور. تاني مطلب: تعميم تقنية الفار في كل مباريات دوري أبطال أفريقيا عشان مفيش ظلم تحكيمي ومبارياتنا تبقى نزيهة. تالت مطلب: إسناد المباريات الحساسة لحكام محترفين مصنفين فيفا، لأن الضغط كبير والقرار محتاج حكام عندهم خبرة تحت كل الظروف. رابع مطلب: تطبيق لوائح كاف بحزم. أي خروج عن النص لازم يعقبه عقاب يضمن سلامة الكل ويبعد الشغب عن ملاعبنا. الأهلي قالها بصراحة، مش هيسيب الكورة تتحول لساحة حرب. لازم نظرة جدية من كاف، مش دعوات وخطابات، تطبيق صارم. دلوقتي السؤال للجمهور: هل تتوقع إن كاف هتساعد على مطالب الأهلي؟